بينط يمسك في شريط واحد، ده كلام بتنجان، الكلام ده مستحيل. ده سؤال متوقع يجي لك السنه دي. صور اوثرايزد من مصادر موثقه، او قاعد ينسخ، او الاصفر ده الام ار ان ايه، الانزيم اهو قاعد يتحرك، ده انزيم الام ار ان ايه. اهلا بيكم. اكلمكم النهارده عن آلية عمل انزيم البلمره، انزيم بلمره الار ان ايه، سواء كان ام ار ان ايه او تي ار ان ايه او ار ان ايه. كيف يعمل هذا الانزيم؟ عندنا مجهز لك الثلاث احتمالات بخصوص مثال الام ار ان اي تحديدا. هنقول الام ار ان اي تحديدا والباقي زيه. عندنا الدي ان اي شريطين، شريط بنسميه قالب وشريط لا قالب. زي ما انت عارف، المفروض تكون عارف ان القالب غير مشفر، لا يحمل الشفرة، اما اللا قالب هو المشفر. ازاي؟ هقولك. ادي الدي ان ايه، بدأ الشريط 3-5 القالب الغير مشفر بالشفرة تاك تي اي سي، اتنسخت لشريط ام ار ان ايه. التي جاله ايه، الاي جاله يو، السي جاله جي، فبقى الاي وجي اول كودون في الام ار ان ايه اسمه كودون البدء. في نهاية القالب هتوجد شفرة توقف هتترجم لكودون وقف. كودونات الوقف قدامك، يا اما يو اي جي، يا اما يو جي اي، يا اما يو دبل اي. فبالتالي شفرات التوقف على القالب اي تي سي او اي سي تي او اي دبل تي. عرفنا دلوقتي يعني ايه قالب ولا قالب، يعني ايه غير مشفر ومشفر. طب ازاي ده مشفر وده غير مشفر؟ لو بصيت للا قالب هتلاقيه اي تي جي. طب الام ار ان ايه، اي يو جي، ده زي ده بس باستبدال التي بيو. يبقى اذا الشفره موجوده على القالب مش موجوده على القالب. لاحظ الثلاث امثله، اي تي جي، اي يو جي، استبدلنا التي بيو. البدايات ثابته، النهايات اتغيرت عشان كودونات الوقف الثلاثه اللي موجودين على الام ار ان اي، وشفرات التوقف اللي موجوده على نهايات الجين في الدي ان ايه اللي هو القالب. طيب تعال نشوف الانزيم ده شكله عامل ازاي، ويا ترى الانزيم ده ايه آلية عمله، ايه الميكانيكية. عندنا اي مرجع علمي بيستخدم الصور دي، والوزارة استخدمت الصورة دي في سؤال وزاري في الدور الثاني، هجيبه لك دلوقتي. الدايرة الزرقاء الكبيرة ده الار ان اي بوليميريز، بغض النظر ام او ار او تي حسب اللي هيطلعه، بيرتبط بالدي ان ايه بالطريقة اللي انت شايفها، وبيعمل بابل. مش هتبان دلوقتي، هتبان في رسمة تانية. قدامك البابل موجودة، ده انويندنج بيفك الدي ان ايه من طرف، ريويندنج بيعيد ربط الدي ان ايه في الطرف الثاني، وفي نفس الوقت بينسخ الشريط الجديد من الام ار ان ايه. ده الوصف السريع للرسم اللي قدامك. هاخدك لرسمة اخرى، دي رسمة ادق. ليه ادق؟ لانها بينت لي شكل الانزيم. الانزيم عمل بابل زي ما انت شايفها اهي. ادي الشريط اللا قالب، ده لا قالب اللي هو بيحمل الشفرة يعني مشفر. اما اللي جوه ده القالب، ده بقى الغير مشفر. الانزيم مش عاوز يبهدل الشفرة، بيقرا الغير مشفر وينسخه ويطلع الام ار ان اي قدامك اهو الاخضر، سواء كان ام او تي او ار. وبعدين لاحظ عندي 3 مداخل، ادي بوابه اهي، وادي بوابه اهي كمان، وهنا في بوابه كمان. البوابه دي اللي بيدخل منها النيوكليتيدات الجديده، البوابه دي اللي بيطلع منها الار ان اي اللي اتبنى. طيب وايه كمان؟ البوابتين دول ده اللي بيتم فيه فك الدي ان ايه، ودي بيتم فيها اعاده ربط الدي ان ايه مره اخرى. الانزيم مش زي ما انت متخيل عامل بابل كبيره كده وهو موجود هنا قاعد يتحرك هنا وسايب ده، الكلام ده مش صحيح.
وأكد لك الكلام ده دلوقتي. اتعرفنا على تركيب الإنزيم وآلية عمله. طبعا البوابة دي مش هتدخل غير نيوكليتيدات RNA، يعني السكر بتاعها هيكون رايبوز، مش هتدخل نيوكليتيدات الDNA. عشان لو سألتك قلت لك ليه وقت النسخ ما بيدخلش نيوكليتيدات الDNA تمسك، قول لي عشان البوابات دي متخصصة جدا، لأن الإنزيم متخصص، فبالتالي مش هيدخل غير نيوكليتيدات RNA اللي عندها سكر ايه؟ رايبوز، مش ديوكسي رايبوز. اخدك للسؤال الوزاري اللي جه دور تاني قبل كده، بيقول كم عدد الانزيمات المشاركه في العمليه الموضحه بالرسم، وجاب لك بابل وشريط DNA وده الشريط mRNA، ذكروا نصا وعامل سهم كده في هذا الاتجاه، اتجاه تحرك الانزيم. فبالتالي المفروض انت قدامك دايره واحده، انزيم واحد، يعني انا عندي انزيم واحد بسلاسه. مين اللي فك الDNA؟ هو. مين اللي نسخ الDNA؟ هو برضه. مين اللي رجع ربط الDNA؟ برضه هو. هو عمل كل حاجه، انزيم عمل كل حاجه. انا عايز انزيم واحد، ما عنديش هنا انزيمات لولب، ما عنديش هنا انزيم ربط، والفقاعه دي هتستمر في الحركه لعند ما الجين يتنسخ. الفقاعه دي مش هتكبر والانزيم يتنطط زي القرد على الشجره هنا، الكلام ده مش هيحصل، وهوريك فيديو للكلام ده دلوقتي. لو انت بقى فهمت الكلام ده، تعال اخدك لسؤال من بنك المملكه. بيقول لك اثناء نسخ mRNA في خلايا حقيقيات النواه يعمل انزيم البلمره في اتجاه واحد، وهو كل الاتجاهات التاليه ما عدا، يعني كل الاتجاهات دي صح يمكن نسبها لانزيم بلمره mRNA الا اتجاه واحد. طب يا ترى ايه الاتجاهات؟ الرسمه اللي فوق بتقول ان كان عندك هنا 3 5 قالب، وفوق هنا 5 3 قالب. ده قالب وده لا قالب، ده غير مشفر وده مشفر. الMRNA هيطلع هنا هيبقى بدايته 5 نهايته 3. اقرا بقى معايا الاجابات. في اتجاه الطرف 3 للشريط المشفر، ادي المشفر هو ماشي كده، فعلا في اتجاه 3 للمشفر، دي اجابه صحيحه. طب في اتجاه الطرف 3 للجديد، هو ماشي كده في اتجاه 3 للجديد، دي اجابه صحيحه. طب في اتجاه الطرف 5 للشريط الغير مشفر، ادي الغير مشفر هو ماشي فعلا كده في اتجاه 5 غير مشفر، دي اجابه صحيحه. طب في اتجاه الطرف 5 للشريط المشفر، لا المشفر 5 كده، يعني هو يرجع كده وده غلط، تبقى دي الاجابه. شفت وصف الاتجاهات ازاي؟ ده سؤال متوقع يجي لك السنه دي، ينزل لك في قلب الامتحان. اقعد بقى اقول له بقى الاتجاهات، وتخيل انت الاتجاهات اللي انت سمعت عنها بقى وبقابلني حليته. سؤال اخر جبناه في بنك المملكه، بيقول لك ده الانزيم اللي انا كلمتك عنه من شويه، الجزء ده هسميه انا النوب او مطرقه، والجزء ده زيه اهو، والجزء ده زيه اهو. بص شكل الانزيم ده، الشكل الفراغي بتاعه. المطرقه دي اللي كسرت الروابط الهيدروجينيه وفتحت البابل، والانزيم خد شريط في حضنه والتاني بره، وهوريك الكلام ده في فيديو دلوقتي. وبعدين بدأ يتحرك كده. الانزيم ده عامل زي المسمار القلاووز، بيفتح الDNA في الاتجاه ده، وهو ماشي يربط الناحيه الثانيه. الحركه بتاعت الجيتس او البوابات بتاعته كفيله بانها تفتح الناحيه دي وتربط الناحيه دي، والنيوكليدات الجديده تخش من الناحيه دي، والMRNA يطلع من الناحيه دي، والDNA يتعاد ربطه هنا ويتفك من هنا. الرسمه واضحه ما فيهاش اي مشاكل. فبالتالي الانزيم ده النوب المطرقه كسرت الروابط الهيدروجينيه ودخلت مسكت شريط واحد، مش مسكت شريطين. الشريط ده مش هتمسكه بره اهو، ده اللا قالب اللي هو المشفر، مسك هو بقى القالب. يبقى ماسكه في كام طرف؟ ماسكه في طرفين، الطرف 3 قالب والطرف 5 قالب. لازم تتخيل آلية العمل وشغال ازاي الانزيم. والرسمه دي الوزاره جابتها قبل كده في الدور الثاني قدامك اهو. ده شكل الانزيم، ده الشكل الحقيقي للانزيم، دي صوره بتوضح لك شكله. اللون البرتقاني اللي انت شايفه في الصوره ده الانزيم، البنفسجي ده الDNA،
الاحمر ده الام ار ان اي. فين الفقاعه اللي موجوده على الرسومات اللي انا بشوفها؟ فين الكلام ده؟ ما حصلش، مش موجود. في بابل حوالين الانزيم، انما مش بابل كبيره وقعد يتنطط على الشجر يروح يمين وشمال. الكلام ده مش صحيح. دي صور اوثرايزد من مصادر موثقه، صور بالالكترون مايكروسكوب جوه النواه بتصور الانزيم. ادي الانزيم الازرق، ادي الدي ان ايه البنفسجي كويل لولب اهو، وادي الام ار ان ايه طالع من طرف من الانزيم. مفيش، انا ما شفتش البابل الكبيره بتاعه الريبليكيشن. انت شايفها؟ إيه، شفت البابل او شوكه التضاعف اللي كانت في تضاعف الدي ان ايه؟ مش موجوده. ادي رسمه اخرى، ادي الانزيم. ركز معايا في الرسمه دي، كلمه بروموتور باللون الاصفر وعلى الرسمه باللون الاصفر. بروموتور يعني محفز. أين يقع المحفز؟ الملخصات أو في كتب خارجية استشهدت بمرجع جايب صورة كده وعامل 3 مناطق وكاتب س ص ع وبيقول إن ده محفز. ماشي، الكلام مش غلط، بس أنت بتيجي تفهم من كلامهم إن الإنزيم بيمسك في المحفز، بيمسك في الشريطين، وبعدين يا عمو بينط يمسك في شريط واحد. ده كلام بتنجان، الكلام ده مش صحيح. المحفز موجود على احد الشريطين، يا موجود هنا يا موجود هنا. زي الشفره الوراثيه، الشفره الوراثيه موجوده على احد الشريطين. موجوده فين هنا؟ الشفره موجوده هنا في اللاقالب. طب والقالب مش عليه شفره. طب لو جبت لك جين اخر ممكن الشريط ده يبقى مشفر وده غير مشفر؟ اه طبعا. يبقى الشفره موجوده على كلا الشريطين لكل دي ان ايه. انما لما تحدد جين معين الشفره موجوده على شريط واحد مش موجوده على الشريطين. ده البروموتور باللون الاصفر اهو مكتوبه الكلمه، يعني محفز. برضو على الصوره البروموتور على شريط واحد اهو، المحفز موجود على شريط واحد. ممكن يبقى على الشريط الثاني، مفيش مشكله ممكن، بس في نفس الجين مش موجود على الشريطين. المحفز موجود على شريط واحد يسبق الجين. انما تقول لي المحفز على الشريطين والانزيم بيتصل بالمحفز على الشريطين، الكلام ده مش صحيح. الانزيم بيرتبط بشريط واحد اللي هو الشريط القالب اللي هو هينسخه. ادي الانزيم اهو العلامه بتاعته وماسك في البروموتور، يبدا النسخ من هنا. البابل اللي هيعملها هنا اهي هتبدا تمشي كده، تبدا تمشي. انما الدي ان ايه مش هيتفتح كده وهو يجري على شريط وبعدين يرجع ينط. ما فيش الكلام ده، كلام بتنجان ما بيحصلش. انا مش عارف انتوا بتجيبوه منين الكلام ده. ادي الفقاعه، ادي مرحله البدء الانيشيشن والالونجيشن وبعدين الترمينيشن. امتى عمل بقى ترمينيشن؟ لما يقرا شفره التوقف. فين بقى شفرات التوقف؟ اللي هي تتكامل مع كودونات الايه؟ الوقف. اي شفره من ال3 شفرات توقفه، ده لو كان ام ار ان ايه. انما لو كان تي او ار ما عندوش القصه دي، ليه قصص ثانيه مالناش دعوه بيها. ادي رسمه من تكست بوك، دي بابل، ادي اللي قدامك ده الانزيم باللون البرتقاني، ادي التمبليت القالب، ده النون تمبليت اللا قالب، ده الانزيم. ادي المحفز اهو ما شاورش على الاثنين. المحفز موجود في احد الشريطين مش موجود في كلا الشريطين. ده بالنسبه للجين. طب ممكن في جين تاني يكون هنا، ممكن يكون هنا، مفيش مشكله. ادي صوره تانية، ادي الكودينج ستريند ده كده المشفر اهو. بص ادي اللا قالب، ما هو الانزيم الازرق اللي فوق ده لا قالب، اللي مسك فيه ونسخه ده القالب. القالب اهو، هو ده اللا قالب. اللا قالب كودينج مشفر، اما القالب غير مشفر، ده لا يحمل الشفره مع انه نسخه، مع ان الانزيم نسخه عشان الشفره اللي هتطلع على الام ار دي هتبقى زي اللا قالب باستبدال التي بيو بس. خلاص كده يبقى ده اللي بيحمل الشفره مش ده. ادي رسمه اخرى، ادي منطقه المحفز البروموتور، بس ما شاورش على انهي شريط. يعني ايا كان البروموتور فين يتصل بيه ويكمل ويفتح. ادي المرحله بتتكرر في كل رسمه انا بقولها لك. البابل قاعده تتحرك، مش بفتح الدي ان ايه وانسخه وبعدين اقفله، مفيش الكلام ده. اوريك دلوقتي ازاي انزيم البلمره شغال. بص كده على الصوره دي، عوامل النسخ قاعده تتجمع في مكان المحفز بتجهز الانزيم اهو. اتجمعوا، هيجي لهم الانزيم دلوقتي، استناه اهو جه الانزيم. ادي الانزيم اهو، بص كده شوف الصوره كويس. ادي الشريط الاحمر ده الدي ان ايه اهو قبل وبعد وملفوف كويلد، وادي الشريط اهو اللي واخده جواه وده اللي واخده براه. يعني في واحد داخل جوه وواحد بره، ده اللي بره
وده اللي جوه. اكمل الصوره، شوف بقى الانزيم هيعمل ايه اهو. ادي اللي جوه داخل جوه، التاني بره، الانزيم مش بيقراه، بره اهو اللون الاحمر اهو قاعد ينسخ اهو. الاصفر ده الام ار ان اي، الانزيم اهو قاعد يتحرك اهو. البابل اهي جوه، ادي الانزيم. الاصفر ده الام ار ان اي، بيمشي بيجري على الدي ان اي اهو، طلع الام ار ان اي اهو. قاعد شغال بيطلع، بينسخ وبيجري، قاعد يجري اهو. والفقاعه دي موجوده جواه، شريط جواه شريط براه، شريط جوه شريط بره. هو بيقرا القالب، ما بيقراش الا قالب، وارتبط بحته المحفز وماشي وقاعد يجري، ونيوكليدات بتخش وينسخ الشريط الجديد اللي هو الام ار ان اي اللي باللون الاصفر. فيديو تاني، بص كده الانزيم اهو لونه برتقاني جميل اهو. ادي الانزيم وادي الدي ان ايه، الحبل الكويل الاخضر، ابص مسكه ازاي؟ قطمه في بقه كده، مسكه وكسر الروابط الهيدروجينيه، مسك المحفز وقعد ينسخ اهو ماشي ينسخ. الام ار ان طلع اهو واول ما قرا شفره التوقف ساب الام ار ان اي وساب الدي ان اي ومشي. ده انزيم الام ار ان اي او الار ان اي ترانسكريبتيز او انزيم النسخ. فين بقى الدي ان اي اللي عمل بابل كبيره كده وساب شريط ونزل على الشريط التاني؟ طب لو هو ساب شريط ونزل على التاني وقعد ينسخ فيه، مين هيربط الدي ان اي؟ مفيش حد هيربطه. هو اللي بيفك وهو اللي بيربط وهو اللي بينسخ وهو اللي كسر الروابط الهيدروجينيه. اما اعاده تكوين الروابط الهيدروجينيه تلقائيا، لانها روابط الكتروستاتيكيه.